فرحان حفظت جزء من القرآن، والقرآن يحميني يا بابا بيحسسني بكل أمان. بابا بابا أنا فرحان، أنا فرحان حفظت جزء من القرآن، والقرآن يحميني يا بابا بيحسسني بكل أمان. فرحتني من قلبي حبيبي، انا راح اجيب لك احلى هدية. فرحتني من قلبي حبيبي، انا راح اجيب لك احلى هدية. وان حفظت الجزء التاني تبقى هدية اغلى شوية. انا فرحان، انا فرحان، انا فرحان. لا 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 بابا الفرحة مش سيعاني، انا حفظت الجزء الثاني. بابا الفرحة مش سيعاني، انا حفظت الجزء الثاني، ونفسي احفظ تاني وتاني علشان يعلى ويعلى ايماني. القرآن قربوا من قلبك، اتعلموا علموا لحبايبك. القرآن قربوا من قلبك، اتعلموا علموا لحبايبك. مهما تكون حيران في الدنيا، هو النور اللي هيدلك، هو النور اللي هيدلك. انا فرحان، انا فرحان، انا فرحان. الحمد لله كم أعطى من النعيم، وكم منح من الخير العميم. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله على الكتاب والسنة. تالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب. لما بلغوا في كنه شكرك ذرة، ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. إليك وإلا لا تشد الرحائل، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب. لا يعلم ما يستحق إلا هو، ولا يقدر قدره إلا هو، ولا يحسن الثناء عليه إلا هو. من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. احترت في أبهى المعاني أنتفي بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. وصلاة وسلاما دامين متلازمين إلى يوم القيامة على إمام الهداة محمد صلى الله عليه وسلم. عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. يحار اللفظ في نجواك عجزا، وفي القلب اتقاد المورقات. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم
في أشرف البيوت وفي أشرف الأيام وعلى مائدة أشرف الكتب، كتاب الله جل وعلا. جئنا لنكرم أبناءنا حفظة كتاب الله تعالى. وإني قد أخطأت في التعبير أن أقول أنهم يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الحقيقة أن كتاب الله تعالى هو الذي يحفظهم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظاتي. وخير ما نستهل به هذا الحفل المبارك آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا الطالب عبد الرحمن إبراهيم طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أيها الكلم العلي الشاني يا من أضأت غياهب الإنسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم يا خير ما نطقت به الشفتان ما دمت فينا لن يتوه سبيلنا فالحرف نحو في يد الرباني. أيها الإخوة المباركون، إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له مؤيدا وناصرا ومعينا يدله على الخير وينصحه. وقد من الله علينا بشيخ عظيم وأستاذ كبير لطالما نصحنا وقوم اعوجاجنا. كان ناصحا في الله ونعم الناصح وكان مؤيدا في الحق ونعم المؤيد. ما زال يقف على حراسة هذا الدين ويدافع عن شريعة ربه. إنه صاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم طه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله في ميزان حسناته
وأن يزيده علما وعملا. ونستأذن فضيلته أن يشنف آذاننا ببعض الكلمات الطيبات، فليتفضل مشكورا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حتى لا أطيل عليكم في هذا الزحام، فإنني أتوقف قليلا مع فضل كتاب الله تعالى، ومع الحث على اهتمام أبنائنا لحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الذي يتقرب إلى الله بكتاب الله بحفظه أو بقراءته أو بتلاوته أو بتدبر معانيه، فإنه يصير من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحري بالمؤمنين أن يكونوا جميعا حريصين على أن يكونوا من أهل الله وخاصته، ولما لا، وهو الكتاب الذي أنزله ربنا عز وجل هداية للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهديك للتي هي أصوب، يهديك لسبيل الرشاد، يبين لك الحق من الباطل. هو الفرقان الذي أرشدك به ربنا عز وجل للتفريق بين الباطل والحق، وبين الضلال وبين الهداية. هو الذي يضيء لك طريقك، فينبغي عليك أن تهتم به، وأن تسوق أبناءك سوقا لحفظه والعمل به، لأنهم لا رفعة لهم في هذه الحياة الدنيا بدون كتاب الله. وإذا ارتفعوا فإنها رفعة زائفة، ليست رفعة حقيقية، إنما الرفعة الحقيقية هي مع كتاب الله. حينما يكون الابن حافظا لكتاب الله يعمل به، يكون حافظا لكتاب الله عاملا به. وإلا إذا كان حافظا غير عامل بكتاب الله فإن هذا القرآن يضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فينبغي على جموع الأمة أن يتمسكوا بهذا الكتاب العظيم، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال كثير من أهل العلم: حبل الله هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. وإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم آياته ذكر عن قومه وهم أهل قريش، وهم أصحاب اللسان المبين، أنهم هجروا كتاب الله. واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فقال: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولو اطلع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على واقع الأمة الآن فوجدهم منشغلين بالفيديو كليب وبالأغاني والمسلسلات والأفلام والأشياء الهابطة، لعلم أن أمته قد ابتعدت كثيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنه لا خلاص لنا في واقعنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله والاهتمام به. وإني آخذ على أيديكم
أن توجهوا أبناءكم إلى مكتب تحفيظ القرآن، وأن تهتموا بهم، وأن تنفقوا عليهم، فوالله لا خلاص لنا إلا بكتاب الله القرآن العظيم القرآن الكريم. أريد من إخواني في الله أن يعطوا للقرآن اهتماما مثل ما يعطوا للمواد التي يدرسونها أبناءهم، اللغة الإنجليزية أو الجغرافيا أو التاريخ أو الفرنساوي أو الرياضة، أي مادة من هذه المواد الدنيوية التي لا ترفعه ولا تعزه، إنما الذي يعزه كتاب ربه. فينبغي علينا أن نهتم بكتاب الله أعظم مما نهتم بهذه المواد، ولا نستكثر شيئا في النفقة على كتاب الله لتحفيظ أبنائنا أيا كانت تلك النفقة. إن هذه البذرة الوليدة في قرية بشمس التي هي تحفيظ كتاب الله في دار التحفيظ ينبغي علينا أن نرعاها بكل قوة، وأن نقف وراءها، وألا نتركها تضمر وتضعف، إنما ينبغي أن تترعرع وأن تعظم حتى يصير لهذه القرية مكانة فيما بين القرى الأخرى والمدن والمحافظات بإخراج العلماء من هذه القرية. إني لأرجو الله وإني لواثق من ربي أن هذه القرية مع الأيام سيخرج منها مجموعة من العلماء يضيئون الأرض بالعلم. إني لأطمح أن يخرج منها رجال أعمال يمتلكون الثروات الطائلة، ولكني أطمح أن يخرج منها حفظة لكتاب الله يضيئون الأرض ويملؤون الأرض نورا وعلما، ويكونون أئمة للهدى يهدون بالحق ويصلحون بين الناس ويصيرون شموعا تضيء الكون. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لخدمة كتاب الله، وأن يجعل في هذا الكتاب عصمة لنا وحفظا لنا ورعاية لنا. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم، ولا يفوتني أن أقدم الشكر للأخ الذي يقوم على تحفيظ كتاب الله الشيخ سيد علي. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك له، وأسأل الله أن يكافئه على هذا المجهود الذي يبذله مع أبنائنا. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر للإخوة القائمين على تنظيم هذا الحفل. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر معنا ليبارك هذا الحفل، فقد سعدنا بحضوركم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أستاذنا وشيخنا على هذه الكلمات الطيبة المباركة. والله أسأل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبي محمد في جنته ودار مقامته، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن يزيده علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا قد أنزل القرآن لا ليقرأ فقط، وإنما أنزل القرآن ليكون أسلوب حياة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، لتعلموا ماذا صنعنا في هذا العام الماضي، وما النتائج التي وصلنا إليها، وما هو الهدف الذي نسمو إليه بعد عام، ولتطلعوا على كل هذه النتائج ويطرحها عليكم الدكتور عبد الله سمير، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه إحصائية مختصرة على ما تم في دار تحفيظ القرآن منذ عامين إلى الآن. فقد تم افتتاح تلك الدار بهذه القرية منذ عامين تقريبا، بالتحديد في 15/9/2011، وبدأنا من الصفر، من أول سورة الناس
وظللنا نعمل بجد واجتهاد منذ البداية، إذ كان من شيخ المكتب أو من المشرفين أو من مدير الدار، رغم تلك الصعوبات التي واجهتنا في البداية، ولكن بفضل الله تعالى تخطيناها ومضينا قدما إلى أن وصلنا إلى مستوى أفضل. فقد كان عدد الأطفال يزيد في نصف السنة الأولى ما يقرب من 70 ولد وبنت، لدرجة ان احنا ما كناش لاقيين مكان نقعدهم فيه. لكن بفضل الله تعالى ونعيب، ممكن ما نقولهاش نعيب، بس نعاتب اهالينا ان كان فيه اهتمام قليل جدا للأولاد. عدد الاهتمام من الآباء ما كانش كويس، لكن بفضل الله ما يقرب من 6 أولاد ختموا 5 أجزاء في العام الأول، وما يقرب من 12 ولد وبنت ختموا جزئين، وبقية الأولاد كانوا في جزء وما دون الجزء. وبدأ هذا العدد في التناقص كالعادة، تبدأ الدراسة والدروس تبدأ الأعداد تقل. ولكن بفضل الله في بداية الدراسة السنة الجديدة 9/2012 استمر الذين كانوا معنا إلى أن وصلوا بفضل الله تعالى إلى ما يقرب من 30 ولد وبنت. كانوا دول الحصيلة الإجمالية للمكتب في العام الثاني. أول ناس 6 بنات كانوا ختموا 5 أجزاء في العام الأول، وصلوا بفضل الله تعالى هذا العام إلى 15 جزء و11 جزء و9 أجزاء من 5 أجزاء، وما يقرب من 4 أو 5 بنات وصلوا إلى 5 أجزاء، اللي هم كانوا حافظين العام الأولاني جزئين بس، وصلوا بفضل الله تعالى إلى 5 أجزاء، وهم ما زالوا في سن 5 سنين و6 سنين و7 سنين، وعددهم يقرب 7 أو 8 أولاد. وهذا العام تم بفضل الله تعالى تقريبا 10 أولاد ختموا 3 أجزاء، و6 أولاد ختموا جزئين، و6 أولاد ختموا جزء، وبقية المكتب الأولاد من 30 جزء وما دون الجزء، بالإضافة للأعداد اللي جات جديدة في بداية الأجازة دي. ولكن نأمل من كرم الله وفضله علينا إن شاء الله في رمضان القادم يكون إن شاء الله تخرج خاتم لكتاب الله في دار التحفيظ، ويزيد الاهتمام كثيرا من الأبناء. وندعو الله في ختام الكلمة أن يبارك في أبنائنا ولكل من ساهم في إقامة الحفل وفي دار تحفيظ القرآن إلى أن تتم بهذا المستوى. وتنويه أخير، في هذه السنة تم بفضل الله إقامة برنامج لتعليم القراءة من المصحف الكريم في القرية، وبفضل الله سيعرض عليكم بعد قليل نتائج البرنامج وتفصيلاته مع الشيخ محمد علي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، لك في صدور المسلمين رحابة، ولك الفيوض تموج بالأزمان. أيها الإخوة المباركون، عرضنا عليكم الآن النتائج التي وصلنا إليها، ومن ضمن ما عرض أن هناك برنامج للقراءة طبقناه مع اللي لسه مدخلش المدرسة. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا سيعرض عليكم صاحب الفكرة وصاحب التنفيذ الشيخ سيد محمد علي، ويعرض بعض النماذج، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادذكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والعمل لما يرضيه
والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والعمل على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في عجالة سريعة هنعرض عليكم فكرة البرنامج اللي بتطبق على الأولاد ما دون سن السادسة، من 5 سنين 6 سنين 7 سنين. كلمة وجيزة، احنا بدأنا البرنامج ده عندنا منذ ما يقرب من عام سنة بالضبط، وهو باختصار شديد عن تعليم الأطفال القراءة من كتاب الله، القراءة من كتاب الله، من المصحف، في سن مبكرة ومن أي مكان. قد بدأنا العمل وخرجنا ما يقرب من حوالي 6 أولاد الحمد لله رب العالمين، وحضراتكم هتشوفهم دلوقتي كيف بيقرأوا من المصحف الكريم. 6 أولاد كانوا دفعة أولى، جربنا عليهم البرنامج والحمد لله نجح معنا الحمد لله، وقد أجادوا القراءة بفضل الله جل وعلا، ونسأل الله أن يتم علينا فضله ونعمه في الدنيا والآخرة. الأطفال هم عمر السيد محمد علي، وسامة السيد مختار، وآيات عوض الله، ونورهان أيمن، وسند السيد مختار. المجموعة دي طبقنا عليهم البرنامج في البداية، والحمد لله رب العالمين جاب نتائج كويسة جدا، ما تقرب من حوالي 90%، مش هنقول 100% عشان ما نبالغش، لأن لسه أحكام التجويد شوية. ودلوقتي هنقوم باختبار بسيط خالص كده هوت لكل عيل منهم أو كل ولد منهم سطرين 2 بس قدامكم. هنجيب مصحف يا دكتور بعد إذن حضرتك. القراءة في المصحف يعني بتفتح المصحف عشوائي، ما بنقولش احنا مجهزين لهم صفحة ولا حاطين العلامة ولا الكلام ده كله. افتح المصحف أي صفحة، أو أي حد منكم يتفضل يقوم يفتح المصحف، ما فيش مشكلة. أي صفحة شمال يمين فوق تحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا داعي الصفحة 148 سورة الأنعام. لو أي حد عايز يجيب مصحف ويتابع معاه مفيش مشكلة. النموذج الثاني سما السيد مختار، تتفضل مكانك يا عمر، مكانك زمان. نعمل ايه؟ حاضر. افتح اي صفحة القراءة. صوت عالي يا سامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر مؤمنين. النموذج الثالث آيات عوض الله، تفضل. سطرين بس يا دكتور، يلا افتح المصحف اي صفحة. طاسيم ميم
تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. 367 سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 415 سورة السجدة. سندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترية وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 323 سورة هود. آية محمد جمال آخر نموذج معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الذين هم عن آياتنا غافلون. والحمد لله رب العالمين. كانوا 6 نماذج طبقنا عليهم البرنامج والحمد لله جاب نتيجة كويسة معنا زي ما حضراتكم شايفين. في مجموعة تانية ماشي. هناك مجموعة أخرى ما قد أتمت البرنامج، خلصنا معهم البرنامج الحمد لله. خلصناه من شهرين بس، خلصناه من شهرين. هو مدة البرنامج 6 شهور بس، لسه مخلصينه من شهرين. ولكنهم ما زالوا لسه في فترة التدريب من المصحف. يعني هم الحمد لله خلصوا البرنامج وبيقروا في المصحف من شهرين بس مش بنفس الكفاءة. مش بنفس الكفاءة. اتفضل. لا مش هنعرف كفاية. مش هنعرف نسوهم مكانهم. طيب دي كانت المجموعة رقم 2. الحمد لله في مجموعة أخيرة مكونة من حوالي 22 طفل وطفلة ما زالوا في القراءة من الكتب المقررة حتى الآن. لسه ما خلصناش البرنامج في التدريس. النظام زي ما قلت لحضراتكم مدته 6 شهور علشان نخلي الطفل الحمد لله جاهز في القراءة من أي مكان الحمد لله، و3 شهور تانيين في القراءة من المصحف تعويد للطفل على إنه يقرأ في البيت وعندي وفي كل حتة. بعد كده الحمد لله بنسلمه لأهله الحمد لله جاهز في القراءة قبل سن المدرسة. أقصاها بيكون داخل سنة أولى. أخيرا أسأل الله عز وجل في عليائه أن يكرمكم في أبنائكم وأن يبارك لكم فيهم وأن يجعلهم قرة عين لكم وأن يجعلهم من النافعين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وعلى أن يكتب هذا في ميزان حسناتك وأن يزيدك علما وعملا. أما الآن مع كلمات من كتاب ابن القيم الفوائد للطالبة ندى حمدي فلتتفضل. هذا من أجمل
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب الفوائد. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته. فتارات يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى من صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب معرفة من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يقدر عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. جزاك الله خيرا. أما الآن فمع كلمة لصاحب فكرة هذا المشروع منذ البداية وأول من طبقه في هذه القرية فضيلة الشيخ رشيد، فليتفضل مشكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال في وحيه الذي أوحاه عليه ربه سبحانه وتعالى في السنة المباركة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مرغبا الآباء والأمهات وأمة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن. لم أقل ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يعلم معناه ويطبقه في عمله، كل حرف تأخذ حسن، وكل حسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مرغبا الأمة في الوقار والهيبة والعلو في الآخرة، قال: من حفظ كتاب الله يأتي يوم القيامة وقد ألبسه الله تاجا يسمى تاج الوقار. ربنا سبحانه وتعالى يميزه يوم القيامة بميزة عشان الناس تعرفه ان ده هو حافظ لكتاب الله، بهذا التاج الرباني تاج الوقار يلبسه لمن حفظ كتاب الله تعالى في الدنيا وفهمه وطبقه في عمله وفي دنياه. وقال صلى الله عليه وسلم: حافظ القرآن
يشفع ل70 من أهله يوم القيامة قد وجبت لهم النار. حفظ القرآن في الدنيا والعامل به يأتي يوم القيامة في هذا اليوم العصيب الذي يتلهف الناس على ملجأ ومنجى يهربون إليه من شدة هذا اليوم وشدة هوله. كل إنسان يتمنى من يشفع له ويتمنى أي سبب يبعده عن زفير جهنم وشهيقها. فيأتي حافظ القرآن يوم القيامة بنتا كانت أو ولدا ثم تأخذ بأيدي 70 من أهلها قد وجبت لهم النار، كتبت أسماؤهم في أهل النار داخلين النار. تأخذ هذه البنت أو يأخذ هذا الولد بأيديهم إلى الجنة بعفو الله ورحمته ومنه وكرم. فمن هنا أيها الأحبة الكرام أهل هذه البلدة الطيبة التي دائما ما نأمل فيها وفي أهلها الخير بإذن الله، دائما إن شاء الله نأمل في أهل بشمس الخير ونرجو دائما فيهم الخير إن شاء الله، وهم كذلك إن شاء الله. نأمل دائما بالزج والدفع بأولادنا نحو كتاب الله يا جماعة. اللي عايز يكسب الدنيا والآخرة يزج بولده ويدفع لأولاده نحو حفظ كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق كل من يدل على فعل الخير ومن يكون سببا فيه. وأشكر شكرا خاصا الأخ السيد محمد علي جزاه الله خير على تسديده بفضل ربه وصبره. صراحة يعني هو إنسان نحسبه صابر، أنه صابر فعلا على فتح هذه الدار وعلى استقبال أبنائنا فيها. فدائما نريد أن نكون معينين له ولم نكون مخذلين له. نعينه ازاي يا جماعة؟ نودي له عيال. هنخذله ازاي؟ اما الراجل يبص ما يلاقيش قدامه عيال في دار تحفظ القرآن نفسه هتتسد وهيخذل وهينسحب من هذا العمل. واحنا ما صدقنا يا جماعة ان احنا يبقى عندنا انسان صابر، لان الافعال ده يا جماعة عايزة صبر فعلا، عايزة صبر ان انسان زي كده يقف ويسدد فيها. فربنا يوفقه ووفقنا جميعا ويسدد خطانا جميعا الى ما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. الآن مع آخر فقرة في هذا الحفل المبارك، وهي فقرة تسليم الجوائز، وليتفضل الدكتور عبد الله سمير يلقي عليه. الله وبركاته. أخيرا نصل إلى ختام هذا الحفل والذي من أجله أقيم هذه المناسبة، وهي توزيع الجوائز. ولكن قبل أن نبدأ بتوزيع الجوائز على الطلاب، نبدأ أولا بالذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحفيظ هؤلاء الطلاب القرآن الكريم. وأولا الشيخ سيد محمد علي شيخ. ولك نتأسف أن نبدأ الأول بالناس اللي هتسلم الجوائز. تفضل دكتور إبراهيم مشكورا. الأستاذ سيد، أستاذ رضا حبيب مدير الدار، أستاذ أحمد مختار، الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد لازم تقوم،
نبدأ أولا بالشيخ سيد محمد علي شيخ حلقة عبد الله بن عباس. شيخ مصطفى الشيخ مصطفى إبراهيم الإمام شيخ حلقة زيد بن ثابت. الشيخ عبد الله شاهين شيخ حلقة عمر بن الخطاب. السيدة أم عمر زوجة الشيخ سيد محمد علي هيتسلم عنها الشيخ سيد إن شاء الله. نصل الآن إلى تكريم أولياء الأمور، فتتقدم دار تحفيظ القرآن إلى تكريم أفضل أو أحسن أولياء أمور كانوا أشد تواصلا وحرصا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم. ونبدأ بالأستاذ عادل عبد الهادي. شهادة تقدير. الأستاذ إبراهيم شاهين. الأستاذ محمد جمال البهنسي تسلم عنه أخوه. الأستاذ السيد مختار. الأستاذ هاني هلال. الأستاذ رمضان الشحات. الأستاذ حمدي السعيد هو غائب، لو حد من الأخوة يتسلم عنه. ونأمل إن شاء الله تعالى من جميع أولياء الأمور التواصل مع إدارة الدار لمزيد من التقدم والحفظ لأبنائهم. والآن نصل إلى تكريم الطلبة، ونبدأ بالطلبة الكبار. الطالبة نرمين رضا حبيب. الطالبة آية عوض الله مختار تسلم عن سعيد. الطالبة رحاب رضا حبيب. طالبة ألاء عوض الله مختار. الطالبة أميرة طه السيد. الطالب عمر السيد محمد علي. طب نسلم جائزة أميرة. سما السيد مختار. آيات عوض الله مختار. نورهان أيمن مختار.
إسراء شبل عبد العزيز. أمير رجب طلبة. نداء عوض عبد الغني. سندي السيد مختار. عبد الرحمن رمضان الشحات. إمام طلعت الشحات. شيرين رضا أمين. مريم هاني هلال. حنين محمد عبد العظيم. إسراء محمد إبراهيم حبيب. آية محمد جمال. زينب عماد الشحات. يوسف إبراهيم طه. طب سيبه هيمسكه نفسه. مكتوب عندك لوحده. ألاء عبد الحميد علي. سمية عماد الشحات. مي محمد عبد الغني. طب اديها لها وبعد كده نغيرها. طه حامد طه. ندى احمد محمد عبده. اسماء رمضان السعيد. محمد واحد يفهم. ألا الراعي لطفي. علا الهادي عبد العظيم. أحمد محمد إبراهيم شفيق. سعد علي سعد. شروق الشاذلي. سيد حسين. إسراء بدوي عنتر. أميرة شعبان عبد المعطي. محمد رجب طلبة. مي محمد عبد العزيز.
ندى حمد السعيد. ايه هاني محمد زكي. جنة هاني محمد زكي. امل محمد عبد المجيد. آلاء محمد عبد المجيد. عبير محمد عبد المجيد. أسماء محمود عطية. آية أشرف السيد محمود. زينب خليل رشاد. أميرة أحمد السيد عامر. سماح رفعت عبد العزيز. غادة ناصر عبده. مها مبروك سعد. أمل ناصر سعيد. دينا حسن مصطفى. إسرائيل غريب عبد الستار. فتحية شعبان عبد المعطي. فتحية شعبان عبد المعطي. عبد الله عبد الناصر. علي عبد الحميد علي. إبراهيم محمود السيد. يوسف هاني هلال. عبد الرحمن محمد حبيب. عبد الله السيد مختار. محمد السيد مختار. شمس سليم. عبد الرحمن محمد السيد. أحمد جمعة السيد حسين. هو توضيح ان الجوائز للناس اللي معانا من اول السنة ما نقطعوش ولا في دراسة ولا في دروس لغاية اخر السنة جوائز مادية على قيمة الاجزاء وشهادات تقدير. لكن اللي جاي بقى من اول الدراسة وبقاله شهرين ثلاثة دي جوائز مادية بس عشان الاهل تكون بس واضحة الصورة يعني. هنبدأ نكرم مجموعة القراءة اللي أتمت البرنامج زي ما انتم شفتم. هنبدأ بجانا عادل عبد الهادي. إسراء محمد نبوي. هاجر إبراهيم شاهين. هدى السيد هلال. إسراء محمد نبوي. لا مش نورة شكري عبد المعطي. نورهان شكري عبد المعطي.
أحمد طه السيد محمود. فارس فتحي الشحات. أحمد حمدي السعيد. محمد تامر خليفة. أحمد هاني عيسى. أحمد هاني عيسى. عبد الله سيد عبد الغني. دول الناس اللي اتموا البرنامج، دول ال11 اللي خلصوا البرنامج اللي عرض عليكم. مفيش حد جه منهم خالص؟ فاتن نبيل عاشور. رياض السعيد. محمد رياض. وفاء حمادة محمد. حنان رضا حبيب. وفاء حمادة. حنان رضا حبيب. حمدي رجب السعيد. محمد رجب السعيد. أحمد محمد عبد الغني. أحمد حكيم فرحات. نور صبحي فتحي. فارس رضا محمد عبد الغني. ندى تامر عبودة. ندى تامر عبودة. رانيا أشرف فرحات. شاهدة هاني فرحات. ندى إكرامي محمد شايشة. محمد ناصر كمال. فارس أحمد جمعة. عبد الله السيد طلعت. كريم حسن مصطفى. إبراهيم عبود السعيد. محمد عماد الشحات. إبراهيم عبود. السيد محمد طه عبد القادر. مصطفى محمد إبراهيم حبيب. بسينة محمد. بسينة ناصر محمد عبد اللطيف. أحمد محمد عبد السلام. محمد تامر عبد السلام. المجموعة اللي هتتكرم دلوقتي عملنا شرط في المسابقة السنة دي اللي هيتكرم من خارج المكتب، يعني مش معانا من أول السنة بس جه حضر المسابقة وامتحن.
رحمة علاء محمود. أحمد علاء محمود. أحمد جابر لطفي. مها جابر لطفي. أنا حطيت الشهادة في الأول. أحمد شبل عبد العزيز. هو طبعا نسينا نكرم طالبة عشان ممكن يحصل لنا مشكلة. سمية رشيد عبد العزيز. يا دي نسيت. دلوقتي مع ختام الحلقة كلمة بنعمته تتم الصالحات رفيع الدرجات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فتتقدم إدارة دار التحفيظ بقرية بشمس بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا، سواء كانت مساهمة مادية أو معنوية أو مجرد دعوة دعاها لنا بظهر الغيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. وشرفتمونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه مناسبة كريمة في شهر رمضان المبارك، في ليلة 28، ونحن نعيش في رحاب القرآن الكريم ومع النشء المبارك حملة كتاب الله في هذه القرية المباركة، قرية بشمس مركز السنبلاوين الأهلية. نتشرف بمحاورة بعض أولياء الأمور الذين حضروا حفل تكريم أبنائهم في هذا المسجد المبارك، مع ولي أمر طالبة آية محمد زكي. أستاذ هاني، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. قول لي بقى شعور حضرتك إيه وأنت حاضر هذه الحفلة الكريمة؟ وتدل واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر الجماعه القائمين على الدار، وخصوصا الاستاذ سيد محمد علي على توأم الاولاد طبعا، وربنا يوفقه ويعينه. جزاك الله خير، وربنا يبارك لك في اولادك، ونتمنى السنه دي ان شاء الله يكونوا افضل وفي مستوى افضل باذن الله تعالى. ونلتقي بولي امر الطالبه منار رضا حبيب. استاذ رضا، كل عام وانتم بخير. انت بخير يا اخي ان شاء الله. ما هو شعور حضرتك وانت شايف الاولاد وهم بيكرموا بكتاب الله وهذه البهجه المباركه العارمه؟ والله دي نبته الحمد لله ان احنا بدأناها في البلد، ونتمنى ان شاء الله ان هي تبقى زرعه كبيره وكل ابنائنا يحفظوا القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيهم وأن يجعلهم لك في ميزان حسناتك. في الدعوة والحرص عليها وعلى قرب الشمس بصفة عامة، فنوجه كلمة للدكتور إبراهيم طه. كلهم شعور حضرتك هذه الليلة، وأنا أعلم أنك تتمنى أن تكون هذه القرية في ارتفاع وتقدم وعلو إن شاء الله نحو كتاب الله ونحو تطبيق شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أفضل شيء في الوجود أن يسعد قلب المرء المؤمن أو الإنسان المسلم بكتاب الله وبحفظة كتاب الله وبمن يجتهدون في حفظ كتاب الله.
لا شك أن هذا الحفل الكريم أسعدني جدا، وإني لا أرجو التوفيق أكثر وأكثر للإخوة القائمين على التحفيظ. وأشكر طبعا إخواننا كما تقدم مني في كلمتي الذين ساهموا بأي جزء أو أي عمل، أو ساهموا بأي مال، أو ساهموا بكلمة، أو ساهموا بابتسامة من أجل إقامة هذا الحفل الكريم المبارك. وأسأل الله العلي القدير بفضله وكرمه ومنه أن يستمر العمل الدؤوب لكي ترتفع نار التكبير بشمس رفعة عظيمة، ولكي يصلوا إلى المستوى المنشود الذي أنشده، والذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلوا إليه قريبا في القريب العاجل بإذن الله تعالى. هذا يعني جزاكم الله خير دكتور ابراهيم طه، بارك الله فيك، وكل عام وانتم بخير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع قدرك وقدر هذه القريه المباركه، وان يجعلها دائما في تقدم نحو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عام وانتم بخير. سادتي، وفي نهايه هذا الحفل الكريم المبارك أتقدم على الإعلامي الكريم رشيد ابن عبد العزيز ابن علي من أبناء قرية شمس المباركة، بأن أتقدم بشكر خاص لجميع هذا الطاقم الذي قام على تشكيل هذه الليلة المباركة والحفل الكريم، وعلى رأسهم المخرج المبدع الأستاذ محمد الشحات صاحب موقع بشمس الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الموقع مسخرا دائما بخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في جميع إخواني الذين يقفون دائما بجواره في هذه المناسبات الطيبة المباركة، وطبعا لا يسع المجال لذكر أسمائهم جميعا، وأتمنى منهم أن يقفوا عن يمين وعن يسار حتى يرانا أهلنا في جميع القارات من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحتاجوا حذونا ويسيروا على ما نحن عليه نحو كتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأخوة الأفاضل الذين يقومون دائما على الحرص والزد بقوتهم وأفكارهم نحو حفظ كتاب الله، وهم على الدوم حريصون على أن يقفوا بجوار الأخ الفاضل المحفظ الأستاذ سيد محمد علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا ويرعاهم ويسدد خطاهم إلى ما فيه رضاه، وأن يبارك في سعيهم، وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وهم حبايبي، القرآن آياته جميلة، هم أصحابي وهم حبايبي، وأنا وياهم كل ليلة وما بقدرش يغيبوا عني. القرآن بيهد شيطان، القرآن بيعلي إيمان، القرآن بيهد شيطان، القرآن بيعلي إيمان، القرآن من الرحمن أغلى هدية للإنسان، أغلى هدية للإنسان. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان. لا 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 لا
قرآن وهعلم إخواتي، نفسي كل الأطفال تحفظ ونرتل قرآننا يوماتي.